البطاطس في المنام تشير إلى البشارة بكثرة الخير والرزق والبركة، ده عامة. لكن الحلم ممكن يختلف شوية، يعني مش مثلا الحلم هيكون عبارة عن إن الإنسان بيحلم شوال بطاطس أو كيس بطاطس. بيختلف لو انت اللي لاقيها أو انت كنت بتبيعها أو حد جاب لك كيس أو انت اشتريتها من السوق، فكله بيختلف من حلم للتاني. لكن هو عامة عبارة عن البطاطس دي إن هي المال، وإنه سيحرز التقدم في حياته. ده الحالم، سواء في حياته العلمية أو الاجتماعية أو في الدراسة، هياخد منصب عالي. لكن زراعة البطاطس في المنام يعني هي من الرؤى اللي بتشير لوصول الرائي لأهدافه. الحالم اللي حلم الحلم بالبطاطس هيوصل لأهدافه، ولازم يبذل الكثير من الجهد عشان يوصل لأهدافه. ده معنى البطاطس في المنام، وعادة بترمز إلى تبع الإنسان لأحلامه الكبيرة وراء هدفه والأماني اللي بيتمناها، وإن هو هيوصل ليها عن قريب بإذن الله، وسعة الرزق والخير القادم للشخص الرائي، وإن الله سيهب لي للرائي يعني الذرية نافعة وصالحة. والبطاطس المطبوخة، يعني لو إنسان شاف البطاطس مطبوخة هي ذات الطعم الجيد، فده بيحقق أمنياته. البطاطس بتحقق الأمنيات، ولو كانت مسلوقة الحصول على أموال والخير الكبير. وكمان بتدل على الخير والبركة في البيت. البطاطس من الرؤى المحمودة لأن هي طعام، وكل الطعام ذي نعمة هو خير في المنام. فاللي أبشر اللي حلم الحلم ده هو حلم كويس، وهو تحقيق أهداف ورغبات وسير الأمور على خير بإذن الله، والله أعلى وأعلم. ولو في أي اختلاف في الحلم ممكن تكتبه ونفسره بالطريقة الصحيحة، بس ده المضمون بتاع البطاطس عامة في المنام. ويا رب يكون عجبكم. مع السلامة.